السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة والمميزة جدا، وهنعرف خلالها الفروقات بين الأدوية المتشابهة أو إيه الأدوية اللي الناس بتتلخبط بينها وبين بعض في الصيدلية. وعايزك تكمل الحلقة دي للآخر عشان تحقق أكبر استفادة منها. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. أول حاجة معانا وهي الفرق بين الليفوكسين واللانوكسين، لأن في ناس بتتلخبط في النطق بينهم في الروشتات، وفي بينهم فرق شاسع جدا. بالنسبة للليفوكسين فهو بيحتوي على مادة الليفوفلوكساسين، وده مضاد حيوي بينتمي لعائلة الكوينولونز، وبيستخدم في العديد من الالتهابات البكتيرية زي التهاب الشعب الهوائية والتهاب المجاري البولية، وبينزل بتركيزين هما ال 250 مللي جرام وال 500 مللي جرام. بالنسبة بقى للانوكسين فهو بيحتوي على مادة الديجوكسين، وده مستخلص من نبات الديجيتاليز، وده مسؤول عن تنظيم ضربات القلب، لكن الجرعات العالية منه خطيرة جدا، وبينزل بتركيز ال 25 من 100 مللي جرام، فخد بالك وانت بتطلعه. تاني حاجة معانا وهي الفرق بين الدوستينكس والدينتينوكس. الاسمين دول ناس كتيرة برضو بتتلخبط بينهم. بالنسبة للدوستينكس فده بيحتوي على مادة الكابرجولين، ودي عبارة عن دوبامين أجونست، وبتستخدم في حالات زيادة هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن، وبيوصف للسيدات علشان تنشيف اللبن بتاع الرضاعة، وكمان بيوصف في حالات التسدي عند الرجال. أما بقى بالنسبة للدينتينوكس فده عبارة عن نقط للأطفال، بتحتوي على أكتيفيتد دايمسكون، ودي بتعالج الانتفاخات والغازات عند الأطفال. نيجي للفرق اللي بعد كده، هو الفرق بين النتلوك والجاسترولوك. واجه التشابه هنا برضو في الاسم وكمان التركيز لأنهم بينزلوا بنفس التركيزات. بالنسبة للنتلوك فهو بيحتوي على مادة الأيزوتريتينوين، ودي بتستخدم لعلاج حب الشباب في الحالات المتوسطة والحالات الشديدة، بس خد بالك إن الدواء ده ممنوع منعا باتا خلال فترة الحمل. أما بالنسبة للجاسترولوك فهو بيحتوي على مادة الأوميبرازول، ودي تبع عائلة البروتون بامب انهبيتورز، وبتستخدم لعلاج قرحة المعدة والإثنى عشر، لأنها بتقفل مضخات البروتون وبتقلل من الأسيد سكريشن أو إفراز الحمض، فخد بالك وأنت بتطلع أي واحد منهم. نيجي للفرق اللي بعد كده، هو الفرق بين الفي دروب والألفا كالسيدول. على الرغم من الاتنين دول فيتامين دي، ففي فرق كبير في السعر بينهم. طب إيه السبب؟ الفكرة إن الفي دروب بيحتوي على مادة الكوليكالسيفيرول، ودي تعتبر inactive فورم من فيتامين د أو في صورة غير نشطة، وبيحصل لها تنشيط في الكبد والكلى بعد ما يخش الجسم. إنما بقى الألفا كالسيدول فهي بتحتوي على مادة الألفا كالسيدول، ودي تعتبر اكتيف فورم من فيتامين د أو الصورة النشطة منه، وما بتحتاجش إنه يحصل لها تنشيط. وخد بالك إن الألفا كالسيدول بتتحط في التلاجة بعكس الفي دروب اللي بتتحط براها عادي. نيجي للفرق اللي بعد كده، وهو الفرق بين الأزوبت والكوزوبت. على الرغم إن الاتنين بيستخدموا لعلاج الجلوكوما أو المية الزرقاء، فالفكرة إن الأزوبت بيحتوي على مادة البرينزولاميد، ودي بتنتمي لعائلة الكربونيك أنهيدريز انهبيتور. إنما الكوزوبت بتحتوي على مادتين، وهما الدورزولاميد، ودي تبع عائلة الكربونيك أنهيدريز انهبيتور، والتيمولول، ودي تبع عائلة البيتا بلوكر. عشان كده حاول ما تخلطش بينها وبين الأزوبت. ولو عايز تعرف أكتر عن قطرات الجلوكوما هتلاقي فيه حلقة تحت في صندوق الوصف. نيجي للفرق اللي بعد كده، وهو الفرق بين التامسولين والكاردورا. على الرغم إن الاتنين بيوصفوا لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، إلا إن التامسولين بيحتوي على مادة التامسولوسين، والمادة دي بتكون سيلكتيف ألفا بلوكر، وتحديدا الألفا 1A اللي بيكون في البروستاتا. إنما الكاردورا بيحتوي على مادة الدوكساسوسين، والمادة دي بتكون ألفا بلوكر برضو لكنها نون سيلكتيف، عشان كده بتوصف برضو كأنتي هايبرتنسيف أو بتقلل من الضغط عند المرضى اللي بيعانوا منه. نيجي بقى للفرق بين البنادول الأزرق والبنادول الأحمر والبنادول كولد أند فلو داي. كلهم بيحتوي على مادة البارستامول بتركيز 500 مللي جرام. بالنسبة للأزرق فهو بيحتوي على البارستامول لوحده، وبيستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة. إنما البنادول الأحمر فهو بيحتوي على البارستامول مضاف عليها مادة الكافيين، والكافيين بيقوي من تأثير البارستامول وفعاليته في تسكين الألم. إنما بقى البنادول الأصفر فهو بيحتوي على البارستامول كمان الكافيين مضاف عليهم مادة فينايل إفرين، ودي مادة مضادة للاحتقان. عشان كده البنادول الأصفر نقدر نستخدمه خلال نزلات البرد والإنفلونزا. وطبعا مرضى الضغط والقلب مسموح لهم يستخدموا بنادول الأزرق بس. نروح بقى للفرق اللي بعد كده، وهو الفرق بين الديكلوفين والديفلوكان، ودول طبعا فرق السماء والأرض. الفكرة إن الاسم ممكن يحصل لخبطة فيه شوية.
بالنسبة للديكلوفين فهو بيحتوي على مادة الديكلوفيناك صوديوم، ودي بتنتمي لعائلة النون سترويد الأنتي انفلاماتوري دراجز، وبتستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. أما بقى بالنسبة للديفلوكان فهو بيحتوي على مادة الفلوكونازول، ودي بتشتغل كأنتي فانجل أو مضاد للفطريات، فخد بالك وأنت بتطلع أي واحد منهم. نيجي بقى لآخر فرق معانا، وهو الفرق بين الألكوفان والباي ألكوفان. الاتنين بيحتوي على نفس المادة الفعالة وهي الكيتوبروفين، ودي مادة من ضمن النون سترويد الأنتي انفلاماتوري دراجز، وبتشتغل كمسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. بالنسبة للألكوفان فهو بيحتوي عليها بتركيز 50 مللي جرام، وكمان بينزل ب 25 مللي جرام، إنما الباي ألكوفان بيحتوي عليها بتركيز 150 مللي جرام. بالإضافة كمان إلى إن الباي ألكوفان بيحتوي على طبقتين، طبقة صفراء وطبقة بيضاء، واحدة بتشتغل بسرعة علشان تسكن الألم، وواحدة بتسكن لفترة أطول عشان تكون ممتدة المفعول. وبكده نكون عرفنا بعض الفروقات بين الأدوية المتشابهة في الصيدلية. ولو عجبتك الحلقة وحابب نعمل منها جزء كمان تقدر تقول لنا تحت في التعليقات، وإن شاء الله نعملها في أقرب وقت. وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لأكبر عدد من الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.